يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بخيط لحد ما سميك، وهشتغل بإبرة رقم 5.5. تقدري تستخدمي اي نوع خيط متوفر عندك، ولو خيط متوسط السمك تقدري تشتغلي بإبرة رقم 5. احنا دلوقتي عشان نبدأ الكوفية بتاعتنا احنا هنبدأها بالطول مش بالعرض. فبالنسبة لكوفيات الرجالي الطول بتاعها بيبدأ من 160 ل 200 على حسب الطلب او على حسب ما تحبي. نبدأ بعدد من السلاسل. دلوقتي هشتغل عدد من السلاسل بالطول المناسب ليا. انا هشتغل بطول 185 سنتي، فهشتغل عدد من السلاسل بالطول ده، وبعد ما بخلص السلاسل بقيسها بالمزورة لو وصلت للمقاس اللي انا عايزاه تمام كده. لو ما وصلتش بفضل ازود في السلاسل. وبكده انا كملت السلاسل لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه. بعد ما خلصت السلاسل قستها بالمزوره وصلت معايا لطول 185 سنتي، فده المقاس اللي انا عايزاه. الخطوه اللي بعد كده هبدا ارتفع سلسله واحده، وهشتغل في السلاسل اللي عندي دي غرز من الحشو، لكن هشتغلها في ظهر السلسله. بقلب السلسله كده على ظهرها بالشكل ده، وهيقابلني زي نص دايره. شايفين اهي. طيب انا كده قربت الكاميرا. شايفين دي السلاسل بتاعتنا. هقلب السلسلة كده على ظهرها. شايفين نص الدايرة دي؟ هوضحها لكم برضو اكتر اهي. دي كده. انا دلوقتي هبدأ اشتغل ازاي. دي السلسلة بتاعتي تمام، مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي بعديها جوه نص الدايرة دي. بدخل كده جواها او بسحبها باي طريقة، المهم ادخل جواها. يبقى انا بدخل في ظهر السلسلة واشتغل غرز من الحشو بنفس الطريقة اللي شفتوها دلوقتي. بدخل بالشكل ده كده وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. وبكده انا كملت غرز من الحشو في ظهر السلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل في اول غرزة حشو عندي لكن في الحلقة الخلفية. هبدأ ادخل كده في الحلقة الخلفية للغرزة. شايفين الحلقة دي كده؟ بدخل جواها وبسحب وبشتغل غرزة حشو. ببدأ ادخل في الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية وبسحب وبشتغل غرزة حشو. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه. هشتغل غرزه حشو في الحلقه الخلفيه للغرزه لحد ما اوصل لنهايه السلسله. وبكده انا وصلت لنهايه السلسله. والخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وهبدا الف الشغل، وهاجي هنا في اول غرزه حشو لكن في الحلقه الخلفيه وهسحب غرزه حشو. والسطر ده برضو بشتغل غرزه حشو في الحلقه الخلفيه للغرزه. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل لنهايه السلسله عندي وارجع لكم تاني. وصلت كده لنهايه السلسله. الخطوه اللي بعد كده هشتغل دورين بنفس الطريقه. برتفع سلسله واحده وبلف الشغل وبشتغل في الحلقه الخلفيه للغرزه دي اول غرزه معايا. بدخل كده في الحلقه الخلفيه واسحب واشتغل غرزه حشو. بدخل كده في الحلقه الخلفيه واسحب واشتغل غرزه حشو، واللي بعديها برضو نفس الشغل.
انا كده اشتغلت معاكم 3 ادوار، هكمل الدور ده للنهايه لحد ما اوصل لنهايه السطر، وبعد كده برتفع سلسله واحده وهلف الشغل وهكمل الدور الرابع وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. انا كده اشتغلت 4 ادوار بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم، بشتغل غرزه حشو في الحلقه الخلفيه للغرزه. الخطوه اللي بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الشغل بالشكل ده، هخطى 3 غرز. دي الغرزه الاولى اللي طالع منها الارتفاع ده هحسبه معايا غرزه، فهبدا اعد 1 2 3، وهبدا ادخل في الغرزه رقم 4 واشتغل غرزه حشو بالشكل ده. بشتغل عادي تحت الحلقتين، مش هياخد الحلقه الخلفيه. هبدا ارتفع 3 سلاسل كمان، 1 2 3، وهبدأ بعد كده اتخطى 3 غرز، 1 2 3، وهشتغل في الغرزة رقم 4 غرزة حشو. بدخل كده تحت الغرزة زي ما انتم شايفين كده، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. بعد كده هرتفع كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وهتخطى من تحت 3 غرز، 1 2 3، وهبدأ ادخل في الغرزة رقم 4 واشتغل غرزة حشو. بسحب الخيط واخرج، بعد كده بلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقتين مرة واحدة. برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبعد من تحت 3 غرز، 1 2 3، وبشتغل في الغرزة رقم 4 غرزة حشو كذا لحد ما اوصل لنهاية الكوفية بتاعتي. انا كده وصلت للنهاية، فاضل عندي هنا 3 غرز بس مش 4، فالمفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا هرتفع بنفس الغرز اللي موجودة تحت. انا عندي 3 غرز صح، فانا هرتفع غرزتين بس، 1 2 بالشكل ده، وهعدي من تحت غرزتين، 1 2، وهبدأ اشتغل في الغرزة الثالثة غرزة حشو بالشكل ده. تمام. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها فوقيها غرزة حشو، وبدخل عادي تحت الحلقتين، مش باخد الحلقة الخلفية، بشتغل عادي خالص. طيب هنا غرزتين من السلسلة وغرزتين من الحشو من تحت، فانا هعوضها عادي وبدخل كده تحت السلسلة وبشتغل غرزة حشو. ادي كده 1 2. بعد كده هيقابلني غرزة حشو، بدخل كده جواها وبشتغل غرزة حشو. هنا عندي 3 سلاسل وفي المقابل تحت 3 غرز، فبدخل كده جوه الفراغ وبخرج وبشتغل غرزة حشو. كده 1 بنفس العدد اللي انا ارتفعته وبنفس العدد اللي انا سبته من تحت، كده 2، كده 3. تمام. بعد كده هتقابلني غرزة حشو، بدخل كده جواها وبشتغل غرزة حشو. هيقابلني هنا 3 سلاسل، بدخل كده جوه الفراغ وبشتغل غرزة حشو. ادي كده 1 2 3 بالشكل ده. هيقابلني بعد كده على طول غرزة حشو، بدخل كده جواها وبشتغل غرزة حشو. بعد كده هيقابلني 3 سلاسل وفي المقابل تحت زي ما قلت في 3 غرز، فانا بعوض ده وبشتغل جوه الفراغ 3 غرز من الحشو. ادي كده 1 2 3. اكمل كده لنهايه الكوفيه وارجع لكم تاني. كده انا وصلت لنهايه الكوفيه. الخطوه اللي بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. 3 سلاسل دول بمثابه عمود. هلف الشغل بالشكل ده وهلف الخيط على الابره، وهاجي اشتغل في تاني غرزه بالشكل ده بالابره وبسحب الخيط. كده يبقى انا اشتغلت غرزة عمود. الخطوة اللي بعد كده هلف الخيط على الابرة، وركزوا شوية في الخطوة دي عشان هتبقى مختلفة شوية. هاجي هنا هشتغل عمود خلفي من ورا، هلف الشغل بالشكل ده وهتنيل تحت. شايفين اول سلسلة عندي من السلاسل من تحت كده من ورا، باخدها من ورا، شايفين اهي بالشكل ده، وبسحب غرزة عمود. الخطوة اللي بعد كده هسيب من تحت سلسلة وهشتغل في السلسلة اللي بعديها غرزة عمود
انا قربت الكاميرا عشان تقدروا تشوفوا الغرزة بشكل كويس وبشكل واضح. بعد كده هلف الخيط على الابرة بالشكل ده، وهاجي هشتغل في الغرزة اللي احنا سبناها دي غرزة عمود خلفي من ورا. تمام، بتني الشغل بالشكل ده، وهاجي شايفين اهي باينه اهي واضحه الغرزه اللي احنا سبناها، بدخل كده جواها بس من ورا الشغل. تمام، عشان انا بشتغل عمود خلفي من ورا كده. اهم حاجه يكون لافين الخيط، شايفين اهو. واهم حاجه الخيط ده يبقى ورا الابره كده عشان اللفه بتاعتنا تبقى صح وتبقى مظبوطه. بسحب بقى الخيط، بعد كده هخرج من حلقتين، وبعد كده هخرج من حلقتين عمود عادي خالص. الخطوه اللي بعد كده هسيب سلسله وهشتغل في السلسله اللي بعديها غرزه عمود. بلف الخيط على الابره وهنزل كده تحت الحلقتين وبسحب الخيط واشتغل غرزه عمود. الخطوه اللي بعد كده هلف الخيط على الابره وهاجي اشتغل هنا في الغرزه اللي احنا سبناها غرزه عمود خلفي من ورا الشغل بالشكل ده كده. مرة كمان بسيب سلسلة وبشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود. بعد كده هشتغل في السلسلة اللي احنا سيبناها هنا غرزة عمود خلفي من ورا الشغل بالشكل ده كده، وبسحب وبشتغل غرزة عمود بالشكل ده. هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكوفية بتاعتي. انا كده وصلت لنهاية الكوفية. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ ألف الشغل بالشكل ده، وهشتغل في كل غرزة عندي غرزة حشو. بدخل في أول غرزة وبشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها بدخل جواها وبشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الكوفية. هكمل كده لحد ما اوصل للنهايه وارجع لكم تاني. وبكده انا وصلت نهايه الكوفيه. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وهلف الشغل، وهبدا اكرر الاربع صفوف اللي انا اشتغلتهم في البدايه هشتغلهم تاني هنا. تمام، هبدا اشتغل في اول غرزه حشو عندي في الحلقه الخلفيه غرزه حشو، في الغرزه اللي بعديها غرزه حشو في الحلقه الخلفيه، الغرزه اللي بعديها غرزه حشو في الحلقه الخلفيه، واللي بعديها غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الكوفية. كده انا كملت السطر التاني. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهكمل سطرين كمان بنفس الطريقة. هشتغل في اول غرزة حشو في الحلقة الخلفية غرزة الحشو. كده انا اشتغلت في اول غرزة عندي غرزة حشو في الحلقة الخلفية، واللي بعديها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هكرر كده نفس الشغل كده، يبقى انا اشتغلت معاكم 3 سطور. هشتغل كمان السطر الرابع وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. انا كده كملت الدور الرابع واحتجت ان انا ازود العرض مره كمان، وعدت الادوار اللي انا اشتغلتها معاكم هنا عدتها تاني بكل التفاصيل لحد ما وصلت للعرض المناسب. عرض الكوفيه 16 سنتي، وده عرض كويس بالنسبه ليا. طبعا لو انت حابه تزودي العرض زي ما تحبي هتكرري الادوار تاني لحد ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه. عايزين بقى نشوف الكوفيه شكلها. شايفين شكلها جميل جدا وتحفه في اللبس. طبعا انا هداري الخيوط. وده عرض الكوفيه، شايفين خط مستقيم مفيهوش اي مشاكل. لو انت حابه تداري الشكل ده ممكن تزودي غرز منزلقه او غرز حشو زي ما تحبي.
ممكن كمان تشتغلي الكوفيه بخيط جنجاه هتبقى حلوه جدا. كده انتهيت من الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شرحي كان سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو في اي سؤال او استفسار ممكن تسيبوه تحت في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله على طول، او على جروب ميكس كروشيه تعليم فن الكروشيه. لو حابه تفيدي غيرك اتمنى تشيري الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.